حلو وخزين يكفي البيت كله وب54 جنيه. صلي على الحبيب قلبك يطيب يا رب. اللي يعمل لايك ربنا يرضي في حياته وفي ولاده. هفضل ادعي لكم الدعاء ده لكل واحد وواحده سمع الفيديو عمل لايك علق في الكومنتات، ان شاء الله الدعاء يكون من نصيبه. جبت ايه النهارده يا سموره؟ انا جبت نص كيلو قمح. هاجي نص كيلو، هاجي كيلو، الكميه اللي انت عايزاها، بس انا هزوده الضعف وهقول لك ازاي. القمح من الاكلات اللي بتقوي وتغذي المناعه، تنفع حلو وتنفع فطار، بتساعد على التركيز من اول الكبير والصغير، كل الدكاتره بينصحوا بيها. انا جبت شويه القمح بتوع دول غسلتهم كويس قوي، وهنزل عليهم بمعلقه من الكريم شانتيه. بالمناسبه شويه الكريم شانتيه دول كنت جايباهم ب 20 جنيه، بيدوني تقريبا 3 معالق كبار هرميه من اللي انت شفتيها. هاخد معلقه كبيره وبحطه بقى في باب التلاجة. كريم الشانتيه بيدي طعم حلو قوي للاكلات، وبديل كريمه الحلويات البودر بما انها غليت قوي. وحطيت كمان 4 معالق كبار من السكر وكبشه من الرز زي ما انت شايفه كده، او نص كوبايه من الرز. بحطها وبقلب الكلام ده كله على الناشف، الرز على السكر على الكريم شانتيه، طبعا بعد ما غسلت القمح ودعكته ودعكه مفيش بعد كده. وهقلب كويس قوي. حاولي تعملي الاكله دي مره في الشهر وطول الشهر هتفضلي تحلي منها. كل الكلام ده كله اتشرب وياخد ودي مع بعض بشكل ودي. بعد كده هقوم نازله بلتر ونص من الميه. الميه تكون مغليه. ليه بقى يا سموره مغليه؟ عشان تسهل علينا في السوى، ان القمح من الاكلات اللي بتاخد وقت كتير قوي في التسويه. واعتمديها كل شهر. وهقول لك على حلو يكفي البيت كله، مش هيكمل معاكي ال 50 جنيه، وهيرمي معاكي كميه وهتوفري فلوس كتير، ولا انك تجيبي معلقتين ب 10 جنيه. هنا بقلب الكلام ده كله وبحاول اجيب المعلقه اللي سقطت مني، الحمد لله جبتها ونتعت بالسلامه. هقلبهم كويس قوي عشان ادوب السكر، وهقوم واخداهم وحطاهم على عين البوتاجاز. خدي بالك من لونهم، انا لسه ما حطيتش اللبن. الاكله دي لما تيجي تعمليها في تركه هتعمليها تغيري طعمها خالص. حطيتها على عين البوتاجاز وخليت ميتها كلها نشفت لحد ما السكر اتكرمل معاكي ولونها غمق زي كده. مش هتبقى محروقه، انا بس كرملت السكر. عايزه تحطي كيس كريم كراميل على طول حطي زي ما انت عايزه، بس انا بالنسبه لي بحب كرملها قوي. ونزلت عليها بكيلو من اللبن. كنت جايبه اللبن ب 30 جنيه في السوق، وعندنا في المحلات جنب البيت بيوصل ل 40 و44 جنيه. السوق يا جماعه ارخص في كل حاجه، اذا كان خضار ولا بقوليات ولا حتى البان. واول ما الميه تنشف هقوم نازله بكيلو اللبن. سامحيني بقى في التصوير، انا اللي كنت بصور لنفسي وفارت زي ما انت شايفه كده. هوطي عليها على نار هاديه، هي اول مره غلت وشربت ميتها. هوطي عليها على نار هاديه تقعد لها ساعتين وهتاكليها في نفس اليوم. بصي بقى الرز داب خالص. واداكي تقلي النشا. انا هنا ما حطيتش نشا خالص، والله ما حطيت غير انت اللي شفتيه قدامك. وعبيت كمان كيسان كبار، وهناكل دول النهارده وبكره. بعمل اطباق صغيره عشان العيال يحبوها وما يزهقوش من الاكله. الكيسين دول برميهم في الفريزر، كل اسبوع بطلع كيس مثلا، بعمل اكل اقتصاديه. ومليت اللبانه دي وغسلت الحل. الاكله دي كلها ما كلفتنيش الا 54 جنيه. بتغذي وتقوي المناعه، ومن الاكلات اللي لازم اعملها اسبوعيا. فانت اعمليها مره واحده، هاتي كيلو على كيلو لبن على 10 جنيه كريم شانتيه، والسكر على حسب ما انت بتحبيه قد ايه. صلي على حضره سيدنا النبي.